السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ مرحبا بكم في قناه لاله لطيفه. اليوم جيتكم فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم، وديك الفيديو غادي نفاجئكم بشكون اللي غيعدلوا لي. ولدي عرض عليا واحد العرضه وقال لي مرحبا غادي نصاوب لك واحد الكيكه ان شاء الله اقتصاديه ببيضه واحده. وبقاو معايا وتبعوا الفيديو وما تمشيو فين. المقادير ديال هاد الكيكه فيها 2 البنانات وواحد البيضه، معلقه ونص ديال الشوكولات كوكيز، شويه ديال اللوز مهرمش، 2 معالق ديال الزبده، واحد خميره فاني، واحد الخميره ديال الحلوى بيضه، وكاس الا ربع ديال السكر، 4 كيلو ديال الطحين، 250 غرام الطحين. ندوزو لطريقه التحضير. البنان نقيوه مزيان، حيت البنان كيكون عندنا وغادي يبقى غير تلاح، كنقولوا الله قال لي اللهم نعدلو به شي كيكه. ديك 2 بنانات نقيناهم، كنشدو واحد الشوكه فرشيطه ونجلسو ندعقو فيه، ندعقوه مزيان. موراها كنزيدو واحد البيضه، نزيدو نخلطو ديك الشوكه فرشيطه، نضيفو داك الزبده، 2 معالق الزبده مذوبين، معلق كبارين، نستمروا في التحريك. نضيفو داك السكر، كاس الا ربع السكر، سكر فاني، نشدو الفويه دابا ونبقاو نخلطو به اولا بالباتور اللي بغيتو، حتى يندمج الخليط مزيان. ونديرو داك الطحين 4 كيلو 250 غرام ديال الطحين والغربال، دارو كامل مره واحده، ونستمر في التحريك سيندمجوا العناصر. كي كتشوفوا اخوتي شد الباتور ودوروا بالباتور باش يسربيه دغيا. كيخدموا مزيان، كيسيب عليه داك معلقه ولا 2 ديال داك الشوكولات ديال الكوكيز، كيجيب المول ديال الكيك وكيغلفوا بالكاغيط ديال المطبخ ديال الفران، ويصب فيه داك الخليط، صبوه بشويه بشويه، كيحركها شويه باش كامله تهود من تحت. كنشدو داك اللوز اللي مهرمج ديجا مشوي في الفران ومهرمج، نديرو عليه نمشيو نشعلو الفران ديالنا، كيشعلو من جهه الثانيه على حسب 45 دقيقه و175 درجه ديال الحراره. ويدخل الفران، من بعد ما كتدخل الفران ديك 30 دقيقه وموراها كيشعل الفوقاني وخليها كتحمر ديك الوقت اللي تبقى من 45 وصافي، وكيخرجها وكيقدمها بالصحه والعافيه. وهكذا نكونوا قدمنا واحد الكيكه ما شاء الله جاتو عجيبه عجيبه عجيبه. كنشكر ولدي على هذه الوصفه العيصه ديال بزاف بزاف، والوليدات كاملين كيحماقوا عليها، كنشكروا بزاف عليها.
وكنتمنى له حياه سعيده وحياه زوجيه مباركه ان شاء الله. الله يسهل عليه. نتمنى تروق الاعجاب ديالكم، واللي عجباتو يدير لنا جيم والكومونتير ديالكم، حنايا رانا الاشاره. وشكرا، نتمنى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى الفيديو اليوم يلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم جيتكم فيديو جديد ان شاء الله، واحد الحليوه شماليه كيعملوها كيحماقوا عليها الدراري الصغار بزاف بزاف. كيكس ديال الماكينه، حلوى ديال الماكينه، وفيها شي زويوقات، وكيقولوا لها بالشماليه كراتيره. الكراتيره هي مارشابي. ايوا المهم غنبدا لكم ان شاء الله، ونتمنى من الله تعجبكم وتعجب وليداتنا الصغيورين كاملين. وهاد الحليوه عملناها بالمناسبه ديال الوليدات اللي كيكونوا ماشيين للمدرسه، كنعملوها لهم في اليدات ديالهم، كيمشيو فرحانين بها. كثير الا كانت شي شويه د الكاوكاو فوق منا، ولا شي تشكيلطه فوق منا، ولا شي حاجه. المهم اللي باقي ما دخلش القناه ديالي مرحبا به، ونتمنى يرقكم هذا الفيديو وتضغطوا على الجرس يوصلكم دائما الجديد ديالي ان شاء الله، وتابوناو معنا. الله يسهل اموركم. دابا كما كتشوفوا غندخلوا المقادير ديال كيكس ديالنا. كيكس ديالنا كنعملوا فيها 4 البيضات، كيف كتشوفوا 4 البيضات، 2 كيسان ديال العنبه ديال السكر، 2 كيسان ديال العنبه عاوتاني الزيت، واحد نصف حامضه محكوكه، فاني، واحد الفاني، وواحد الخميره ديال الحلوى، غير النص ديالها ماشي كامله، لان لا عملناها كامله غيجي غلاضين بزاف وانا ما خصنيش غلاض، عملي النص ديالها. وهنايا الطحين على حسب الخليط. وعندي شويه ديال الكاوكاو مهرمش شويه، يعني محمص شويه في المقله اولا في الفران ومطحون شويه. عندي شويه الزنجلان، هذا للتزيين ماشي ضروري، غير اللي بغى صافي. وندوزو للمرحله ديال الطريقه ديالنا. دابا طريقه التحضير ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا غنبداو طريقه التحضير ديالنا. عندنا 4 البيضات، نضيفو السكر، 2 كيسان السكر، ديك الفاني، كنخلطو شويه، نديرو الزيت شويه شويه ماشي نخلط. اللي عنده الباتور احسن. ديك الحامض، شوط الحامض يعني نص حامضه.
دابا ندوزو للطحين، نديرو الطحين غير شويه بشويه، ما نديروش بزاف. انا عندي هنايا تقريبا كيلو الارض، ولكن ما غنديروش كامل، انا على عيني وميزاني. نديرو الخميره، غير نص الخميره، ما نديرهاش كامله. هانتوما طخاوات نص ديالها. نبداو حنا العرب كنخلطو باليد ديالنا اكثر. هنا عندي كيلو الارض الطحين، باش تخفيفها نزيد لها شويه. دابا كنشوفها واقيلا هو الطحين عاوتاني على حسب البيض. الا كان كبير الحجم ديالو كيدي لك كيلو د الطحين، الا كانوا البيضات كبارين كيدي كيلو الطحين. انا عندي البيضات صغارين كانوا. فيه هو هذاك. ونخلطو مزيان ونتلاقاو. كيف كتشوفوا دابا معنا، ها هي مخدومه مزيان. شفتوها؟ يعني خلطناها وصافي، ما كندلكوهاش يشيد لك، كنديوها ردوها وصافي. نجمعوا الطحين باش ما يبقاش. المهم دخلت لي هنايا كيلو ديال الطحين، نيشان كيلو بالحساب صافي. دابا نتلاقاو ان شاء الله بعد ما نوجد الماكينه نحطها هذا، ونمشيو نحطو فيها العجينه ديالنا. يلا دابا ركبنا الماكينه، نعمروها بالعجينه. انا كنعمر بالعجينه ونبداو على بركه الله. بسم الله. كيف كتشوفوا كنعد القياس اللي خرجت من الماكينه هو هذا. ماشي مهم واش كبير ولا قصيرين ولا تنسالي، عاد كنقادت. دابا غنبداو نقطعو ونعملو في الطاوه ديال الفران باش يبقى لنا ليسباس في البلاصه.
كتشوفوا دابا انا باقي ما كملتش الكميه كامله، غنوريكم هادو ومن بعد عاد ملي نوجد نوريكم الباقي. يعني المهم انا وريتكم الطريقه كيفاش كنطلق هذا، وغادي نوريكم كيفاش كنقطع. يسمحوا لي الاخوات، واحد كيكون شغل وشغل الدار وهذا راه كيبقى خصو يزرب زرب زرب دغيا. والله لا يسهل الامور، الله ينجح الوليدات ديالنا كاملين، وليداتنا وليدات المسلمين. هادو كنطيبوهم على درجه الحراره متوسطه، ماشي حراره عليهم بزاف، يعني 150 درجه، وكنتبهوا لهم لحقاش دغيا كيطيبوا هادو، كنطيبوهم من فوق ومن تحت جهات بجوج بيهم، غير ما تلصقوش بزاف لحقاش كيخمر دغيا وكيولي كبير. الا كثرتوا له الخميره، انا كنوصيكم عندكم تعملوا الخميره كامله، الخميره كامله راه كيولي غليظ بزاف. دابا بدا كيخمر دغيا، كنحاول نزرب باش نخفف الفيديو، ما نكونش عاوتاني ثقيله على القلوب ديالكم. واللي عجباتو زعما كيكاس ضروري عندهم يتعجب احسن من مشرة الزنقه. نتمنى من الاخوات يجربوه، اللي عمرهم ما كيعملوا اللي عملوا، اللي كيعملوا راه كتعرف دائما كتعدلوا. عندي واحد الاخت ديالي كتحمق عليها، كتحمق كتقول لي عدل لي غير كراتيره. التحيه ديالي ليلى من هذا المنبر، كنصيفط لها السلام، اكبر السلام. سي سميره الله يحفظها، كتحمق عليه كتحمق عليه كتحمق عليه. واش غادي نقول لكم، الناس د الغربه مساكن الله يحفظهم كاملين، يحفظ الجميع المسلمين. الغربه ماشي سهله، الغربه الياس ديالي الله يحفظه تا هو مسكين، الله يسهل عليه، كيحمق على هاد الحلوى. ملي كان صغير ماما عدل لي غير حلوى الكراتيره صافي يا هادي. والله يحفظهم جميعا، يحفظ ديالنا وديالكم، ولله الصحه ديالكم والعافيه، ونتلاقاو مع التتمه ديال نعملو الطويرات، شويه الطويرات شويه على حسب وليداتنا. عاوتاني نعملو هادي خصنا ندهنوهم بالبيضه. الجلاب حسب الرغبه اللي يعجبكم، بغيتو تعملوا له الزنجلان، بغيتو تعملوا له الكاوكاو محمص، اللي يعجبكم عملوه. المهم الدراري ديالنا خصهم يكونوا فرحانين. هذا اللي هادي عملت لهم البيضه سميتو هذا الكاوكاو. كتشوفوا كنظن الفكره وصلت للاخوات كاملين، ونتمنى تجربوا هاد الحليوه. هادي حليوه اقتصاديه وديال الدراوش، كياكلوها الكبار والصغار، اقتصاديه بزاف الصراحه. هي اللي كتخرج كميه، يعني ملي غنسالي غنوريكم الكميه اللي خرجت
تخرج كتيره وكل شيء كياكل فيها وسهله. تقول واحد يتعذب ما نعدل شي، لا غير ما دابا لا تحرك وعدله. العائلات كاملين كيحماقوا عليها الصراحه. زيد نوريكم هادو كيفاش كيجيو هادو. شوفوا باش كنقطعوه كنوريهم هاك كنمشيو هاد القوس هذا كنبقاو ماشي. شوفوا كيفاش كنقطعو. انا كنزرب يدي على الفيديو باش ما يجيش ممل طويل بزاف، وغير سمحوا لي ما نعرف نكون خطأت شي حاجه معكم. نتلاقاو بعد قليل ان شاء الله ملي نقربوا نساليو ونوريكم التتمه. كيف كتشوفوا خواتاتي انا وجدت الحلوى هي وجدات كيف كتشوفوها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مشاهدين تاكلوها بالصحه والعافيه، غير جربوا ما تخافوش. هاد الكميه خرج هذيك العدد المقادير خرجت هذا العدد هذا، زيد عليه هذا العدد تشوفوه. ها انتم الاخوات تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. وهاد شويه عاود تنزيدوه هانتي شفتوا. ايوا كنقدم لكم بالصحه والعافيه قناه لاله لطيفه اللي دائما معكم، اللي طلبتوها انا موجوده. وكنطلب من المتابعين ديالي كومونتيو باي حاجه كانت، باش لان الكومونتير ديالكم كيشجعني بزاف صراحه. هي هذه، ونتمنى يعجبكم هادشي وعملوا لنا لايك ودائما يبان لكم الجديد. هذا اللي غادي نقول لكم. واللي عجبته الحلوه ديالي بارطاجيها مع صحاباتو والعائله ديالو، فهمتوني. الله يغطيكم بالرضا. دعموني الدعم ديالكم راه هو كيفرحني بزاف. يلا اعانكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله. الله يبقينا في السعاده والخير ان شاء الله. الله يعاونكم ويجيبكم التيسير. السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ شهر مبارك مسعود، نتمنى يدخل عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين بالصحه والعافيه واللي كتمناو في الحياه ديالكم. المهم غبرت بزاف، وخا غبرت انا جيت عندكم باش نجيب واحد حلوه التمر اللي هي محبوبه عند الجماهير، محبوبه عند الكبير والصغير. المهم ندوزو المقادير. عندنا واحد الساشي ديال زهرة البرتقال، حليبة قبيصة صغيرة د الملحة، كاس معها مرشة ديال السكر الخشن وطحناه على يدي ماشي بزاف، 200 غرام ديال الزبدة، كاس هاد 4 كاس ديال الزيت، وغادي نعمل تقريبا نص كاس ديال الماء. وعندنا الطحين هي ومرفدات، انا عامله هنايا 600 غرام، ولكن هي ومرفدات. دابا ندوزو للطريقه ديال العجينه ديالنا. نبداو على بركه الله. كنديروا الزبده هي الاولى، نديروا ديك المليحه، نديروا ليها السكر ديال زهره البرتقال،
نديرو عليها هذيك الكاس اللي معها ماش السكر. خلطوها شويه، ندخلو فيها ديك السكر نديرو ديك الزبده فتحو مزهر، ديرو ديك نص كاس د المزهر، دابا نبداو نضيفو الطحين بشويه بشويه. مطلعوهاش قاصحه بزاف، مطلعوهاش خفيفه. كتشوفوا غير كنجمعها وصافي، ما كندلكاش، ما خصهاش يديك. المهم نشوف هاد التلينات في يدي بحال هكذا، حيت انا عندي الطحين هنايا قلت لكم 600، بقات لي هنايا تقريبا 100 غرام، 500 غرام اللي عملت هنايا بالطحين. حيت الطحين على حسب الطحين عندي حرش، انا عملت الطحين ديال الدار اللي كنعمل به الخبز. كتشوفوها هي كيفاش جات. غنخليها ترتاح واحد 5 دقائق قبل ما نعدل العجين ديال التمر. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال المقادير ديال اعداد طريقه التمر. عندنا هنايا كيلو، انا غناخذ غير نص كيلو، غنخشمتو بلاصتو بين التخطه. عندي معلقه ديال النافع، معلقه حبه حلاوه، وجوج معالق ديال الزنجلان. مسخنين شويه الفران، بغات تسخنوها في شي مقله تسخنوا. معلقه صغيره القرفه، معلقه ديال الزبده، ونص ديال الماء باش غادي نخلط ديك التمر. ندوزو للطريقه. التمر، الزبيده، القرفه، ندير النواشف كامله مرة واحدة. نبداو نخلطوهم. الزنجل النافع، حبة حلاوة. اللي بغا يدير معاه شوية ولا المستطع، اللي عنده شي عامله، بغا يزيد اللوز يزيدو، بغا يزيد كركاع، النوى، الكاوكاو. المهم كيبقى على حسب الطاقه ديالو. دابا كنكون داك شويه د الماء الزهر، نقدروا ما نديروهش كامل. هنا مع ميزان تقريبا 2 معالق 3. هنا كتشوفوا التمر ها هو واجد. عاد كنعملو بيه الفرابس اللي بغينا قاق، بغينا مغلق، نخليوه 5 دقائق
اللي يتنا ونرجع. كندير الزيت في الطبيصه باش نبقاو نبيتنا. كنديرو الحريبلات غارين، وديك الساعه عاد كنقي. عينك ميزانك. من بعد ما انتهينا من التمر والوليوات غنقسمو هاد العجينه على جوج. نديرو شويه الطحين. انا كندير الطحين تكونش غليظه وما تكونش رقيقه عاوتاني. السمك ديالها يكون نص سنتيم، لان عاد الذوبه وعاد ترجع ندير هاد الحواشي. نزيدو نبداو فيها كيف كتشوفوا. ها شوفوا معايا، ها كنزيدو حتى كنوصلوها الطرفين. ها نبركو الطرفين، ها نبركو عليها نشوفو التمر هو مزيان. كنغطيو التمر نقطعو. شفتوه دابا كنا نحربلوه. كنا كنطبزو باش كيجي مطبز اللي كيقول. هانتوما شفتو. ها لا شي رقيقه ولا شي حاجه خصني باش يجوني كيف كيف، كنطلع يدي هكذا وصافي. باش نجيبوها مائله هذه مع مائله الاخرانيه باش ما نضيعش العجينه مره، ما نخليش يتقاطر مره. صافي قاطر مره صافي. كنبداو على بركه الله. شوف العبر باش ما نشيطش. صافي هو هذاك قد هاد العبر انا بارك عليا. كيجي كاين الاول كاين الاخر. صافي ونبدا نحط في البصيل ديال الفراي، عاد نبدا نقاش حتى نسالي مره، عاد نبدا نزوق.
دابا من بعد ما انتهينا خوتي خواتاتي من النقيش ديال هاد الحلوى، غادي نديروها للفران ونشعلو له الفوق والتحت ونديرو طير في الوسط. عندكم الفران سخون بزاف حاولوا تنقصوا من الحراره، لانه هو خصو الطياب على خاطرو كيدي حتى ساعه الا ربع ديال الطياب الا كان على خاطرو. هذا اللي غادي نقول ونتلاقاو على الطياب ديالو. كيف كتشوفوا خوتي خواتاتي الحلوى ديالنا هي وجدات تقريبا، ماشي وجدات مره لان عاد خرجناها من الفران، ودابا غنخليوها حتى تبرد تقريبا ساعه ولا جوج، ولا ما عندكش الوقت تخطيها وخليها تنصبح. عاد عملنا السكر كلاصي سبيسيال باش يسخ فيها السكر مزيان. كيف كتشوفوا خوتي خواتاتي من بعد ما بردت تقريبا هذه 2 سوايع خليتها انا بردت على خاطرها، وانا حيت عندي شغل اخر عملتو جبتها. غنجيب سكر كلاصي سبيسيال كيف كتشوفوا سبيسيال، وغنديرو في الغربال حيت كتعرفوا السكر ملي كيكون في خنيشات كيوقع بارد، ونبقى نغربل عليه نعمرو. نلبسو مزيان السكر. كتشوفوا نلبسها مزيان، نخليها واحد 5 دقائق تدخل فيها السكر، ديك الساعه نقلب لها الجهه الثانيه هكذا مي غير 5 دقائق، عاوتاني نعملها نفس الطريقه هيدا. حلوه جربوها وما تخافوش، والله القسم الا جربوها احسن حلوه، خفيفه على اللسان وعلى كل شيء وعلى السنينات. ايوا نكونوا مع التقديم ان شاء الله. نتوما كتشوفوا المرحله النهائيه نلبسوا هكا ونقدموه. الصحه والعافيه. كيف كتشوفوا شو كي كتجي رطبه. كيف كتشوفوا اخوتي خواتاتي هذا هو الشكل النهائي ديالها. بالصحه والعافيه، ودعمونا لان لي كومونتير الزوينين ديالكم كيزيدوا لنا الطاقه الايجابيه الصراحه، وحنا معكم دائما. عملوا جيم ومرحبا، وتكومونتيو مع بارطاجيوها مع صحاباتكم كاملين، وغتعمل فائده ان شاء الله. والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم، فرصه قادمه. اعانكم الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم خوتي خواتاتي، بخير الحمد لله على كل حال. المهم اليوم جيناكم فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. عندنا الفقاس اللي هو فقاس مغربي وناجح ب100%. المهم دوزو مكونات ديال الفقاس. عندنا كاس السكر، نص كاس المزهر، كاس الزيت، كاس ديال اللوز غير ممسوح، ما مغسول، ما مفزق، ما والو، ممسوح وصافي. 4 د البيضات، غادي نعملو 3 د البيضات اللي غنحطو، وواحد الصفار غنحافظو به. عندنا هنايا معلقه ديال النافع، معلقه حبه حلاوه، 2 معالق ديال الزنجلال مدفين شويه في الفران، وطريقه ديال الملحه. عندنا ساشي ديال السكر زهره البرتقال، ساشي ديال الخميره ديال الكيماويه الحلوه،
وعندنا نيسكافيه ولا قهوه سريعه الذوبان اللي غادي نديرو بها النص ديالها ان شاء الله الرحمن الرحيم مع ديك الصفار بيضاء. وهنا عندنا 600 غرام ديال الطحين خاص بالحلويات. هذا الفقاس يقدر يهز لك 500 حتى 600 على حسب نوعيه ديال الدقيق. اما الماء الزهر انا عندي ماء زهر ضرب العمري كيف كتشوفوا، ماء الزهر اللي هو مزيان 100%. وندوزو لطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. كيف كتشوفوا خوتي خواتاتي نديروا البيض هو الاول. نديرو 3 البيضات. الرابعه نديرو غير الصفار ديالها البيض ديالها كتاخدو بها. نديرو كاس السكر، داك زهرة البرتقال، نكهة زهرة البرتقال، وغنخدمو هادشي مزيان ترجع عندنا كريمي. نزيدو الزيت هادشي بقيت من الزهر نديرو مليحة النواشف كاملة. اللوز خميرة، ندوزو نخلطو باليد ديالنا. بسم الله. هاد 600 غرام ديال الطحين نقدروا ما توصلش كامله على حسب النوعيه. نقطكم الا كان الطحين رطب بزاف راه ما كيديرش داك الكميه كامله. هذا الفقاس خوتي عرفتي مغسوله دليك لا والو، كنجمعوه عادي صافي ونبداو نحلو ليه. ما كيطلعش قاصح، ما خصوش يطلع بين وبين. نزيدو شويه نهز ليه 600 غرام كامل. ها هي شفتوا الطحين اللي كان كبيناه كامل، يعني 600 غرام. خصنا نجمعوا هاد الطحين اللي باقي لي هنايا ونتلاقاو. صافي كيف كتشوفوا خوتي العجينه تجمعات. ها هي ماشي قاصحه ماشي خفيفه، هاد
المهم الا تبعتو الطريقه كيف عملتها غادي يطلع لكم مفقص مزيان. المهم دابا غنقسموها على 3 لانه سطح العمل باش ما تلصقناش كيف ها. نقسموها على 3. كتشوفوا نديرو الحرابل هنا ميزاننا ماشي ما هما غير ديال الدار. الا كانت شي كليه انا واخا. المهم غنشوف هاد اللوزات كيبانو كتشوفوا كندخلهم بصبعان. انا غادي نوجد الطبسيل اللي غادي ندير في الفران ونعاود نتلاقى معكم. نطبسو الا شفت شي لوزه خارجه على برا شي حاجه كندخل كندير الحرابل. مخصوش شي تنفيسه تبقى فيه ولا شي حاجه هكا يبقى مسبوك وجهو. هادي حاولوا ما امكن يدخلوا لداخل باش ملي تكونوا كتقطعوه ما يتفرتلش. انا مزروبه وباصا كنخدم بزاف. كيبانوا لي داك اللوزات ما خصنيش نخليهم يبان. مع اللوز كبير بزاف ماشي غير شويه. هذا اللوز ديال طياب ولكن انا قلت راه نعملو ما عنديش. المهم اللي عنده شي حاجه باش يقضي بها هو يجيب الكاوكاو ويجيب اللي ما عندوش كيعمل غير الزنجلال والنافع كيجي زوين عاوتاني على حسب الجيب ديالك. هذا اللي غنقول لك. اي واحد يعدل الفقاص. نبعدهم على بعضياتهم ما يجيوش قرابين. ما نعرف الخمره ولا شي حاجه. هاد الحربول ما عملتوش يقدو. المهم انا جبت الابره اللي كتكون خاصه. انا كنخليها خاصه غير الكوزينه هادي. كنسكولها الجنيبات ديالها باش كيتنفس. كنعملوا هاد العمليه هادي قبل ما نديروا البيض. دابا نشدو النص ديال هاد الساشي ديال القهوه السريعه الذوبان. هذيك صفار بيضه هاد 600 غرام راه كتخرج لك كيلو ديال الفقاص. واللي بغى يكثر يزيد يضرب المقادير. ها ما كخصني نخلي حتى حاجه. نشوف حتى كينشف وكنعاودو كيدخل عليه الماء. النصيحه اللي غنصحكم بهذا الفقاص مع الحقيقه هو في متناول الجميع. وزياده على الطياب ديالو خصو يطيب بالمهل. يطيب على درجه قليله الحراره. المنتنينا بالدهن ديالو. دابا نشدو الشوكه فرشيط
نشرطو بالظهر ديال الفرشة. نديوها للفران. ناخدكم الفران يكون على درجة الحرارة 100، ومرة من تحت ومن الفوق، ومن الأحسن نديروه في الوسط ديال الفران. صافي يكون الحرارة ملي تشوف الحرارة طلعات حاولوا مرة طلعوا عليه باش يبرد الفران، ميبقاش الحرارة طالعة فيه. كل ما طلعت الحرارة غيترتق لكم. المهم هذه واحد النصيحة. ايوا نديرو في الفران ومن بعد نطلق. كيف كتشوفوا خوتي خواتاتي طيبنا هذا بعد ما خرجناه من الفران. المده ديال الطياب ديالو كانت ساعه الا ربع ديال الطياب على درجه خفيفه ماشي حراره مجهده. ودابا بعد ما خرجناه غادي نعملوا له بلاستيك. لبسوا له واحد البلاستيك هكا، حطو سخون ونغطيوه باش يعرق لنا شويه، ونخليوه تقريبا 2 ساعات هكذا على حسب الوقت. ملي غنساليلو غادي نجي نقطعو ونوري لكم. صافي من بعد نطلق. وكيف كتشوفوا اخوتي دابا بعد ما خليناهم كيبردوا، خرجناهم من الفران خليناهم كيبردوا مده ديال 3-4 ساعات تقريبا. غادي نبداو في المرحله ديال التقطيع ديالو. انا ما فزكتو حتى حاجه، غطيته بالمنديل وصافي. بسم الله وعلى بركه الله. المهم نجيو قطعوه هكا بركو في مرحله واحده باش ما يتهرش. راكم فقط كتشوفوا تقريبا 4 حتى نص سنتي ديال السمك ديالو. كتشوفوا ما تقطعوش رقيق بزاف، لان الرقيق عاود كيجي اش غادي نقول لك على المده كيبقى يتفرتت مره ولا كيعوج في الفرن. شوف دابا انا كنقطعو بهذه موس حاده، ما عندي لا موس سبيسيال لا والو. كيف كتشوف جبنا شي بلاصه فيها اللوزه غليظه نحاولوا ما امكن نديو الموس ونردو تنهودو عليها، نهودو في مره واحده. حقيقه الفقاس ساهل واقتصادي. المهم انا نكمل بالتقطاع ونعاود نتلاقى معكم. دابا كيف كتشوفوا بعد ما انتهينا بالتقطاع ديال الفقاس ديالنا، خصنا ندخلوه للفرن يتحمر على درجه ضعيفه، ما يكونش الحراره باش يتحمر على خاطره. هاد اللوزات هادو خصهم يكونوا ذهبيين وهو حتى هو يكون محمر. الله يرضي عليكم ملي تشوفوا الحراره طلعت فتحوا الفران يتبرد شويه، عاود شدوه على بال ما يتحمر على خاطره يبرد شويه، وديروه من الفوق ومن تحت في الوسط ديال الفران. صافي. والاخوات اللي بغيت نقول لهم عندي لا كسور لا تهرس. يلا وانا ندير الفران ونتلاقى معكم. خوتي خواتاتي كيف كتشوفوا دابا هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا. نتمناو يرق الاعجاب ديالكم وسميتو عليها اش غادي نقول لكم، بارطاجيوها مع الصحابات والعائله وكل شيء باش تعمل الفائده علينا وعليكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وعملوا اللايك 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 ان شاء الله غادي يوصلكم كل جديد مع قناه لاله لطيفه. الله يحفظكم، تكونوا مع فيديو ان شاء الله جديد ان شاء الله. الى اللقاء. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.